السلام عليكم، صباح الخير على كل اخواتي اللي بيشوفوني. هنعمل النهارده هريسة الشطة مع بعض بطريقة جميلة جدا وبسيطة، وان شاء الله يعني هتوفر معاكم كتير جدا. بستغناش عنها في اي حاجة، مخللات، اسماك، اي حاجة داخلة معايا فيها. هنا عندي التوم بقشره كده، بضربه ضربة كده. اللي ما بيحبش تقشير التوم زي حالاتي يعني هيحب الفكرة دي. بضربه ضربة كده بيقشره معايا بكل سهولة، بس مش لدرجة ان انت تكسري التومية، لا، هي ضربة واحدة بس بسيطة بيتقشر معايا بسرعة جدا. انا قلت اشارككم بيها عشان في ناس كتير ممكن ما تكونش بتحب تقشير التوم زي حالاتي تستفيد منها، لانه الشيف اسامه الله يرحمه هو اللي شفته يعني بيعملها، فعملتها من ساعتها وانا ما بستغناش عنها. عندي هنا بقى ربع كيلو فلفل رومي، حطيت عليه التوم اللي انا قشرته، راس توم كبيره، وبدات افرمه كده في الكبه. التوم طبعا زي ما حضراتكم عايزين تقللوه، عايزين تزودوه براحتكم. معايا 9 ليمونات حطيتهم عليهم، عصرتهم كده. ودي هريسه شطه، دي شطه حمراء ساده خالص، معلهاش اي حاجه. يعني الفلفل بجيبه بغسله كويس جدا وبنشفه وبشيل منه العنقود وبفرمه بملح فقط لا غير، وبعبيه في الكيس وبحطه في الفريزر. بطلع الكيس واعمل منه الهريسه دي. ده بيسهل معايا كتير جدا. طبعا انا كان عندي كميه كبيره في الفريزر، طلعت منها كيس، الكيس ده نص كيلو. انا بحط الشطه الحمراء ازيد من الفلفل الاخضر، انتوا عايزين لان بتبقى حراقه، انا بحب الحاجه السبايس. عايزين تخلوا الشطه الحمراء اقل وتخلوا الرومي هو اللي ازيد، براحتكم جدا. وحطيت معلقتين ملح ومعلقه كزبره ومعلقه كمون على الخلطه وضربتهم مع بعض، بقت بالمنظر الجميل ده. ونص كوبايه خل. بجد الهريسه دي عالميه، ما بستغناش عنها في اي حاجه، داخله معايا في كل حاجه. بطاطس اللي انا عملتها معاكم قبل كده، سمك، مخللات، اي حاجه دايسه فيها ما بتقولش لا. وطعمها خرافي يعني، روعه روعه روعه. وبجيبها بحفظها ببرطمان كده وبشيلها في التلاجة، ما بيجرالهاش اي حاجه، بتقعد مده كويسه جدا معايا. وبصراحة انا كنت بعملها بس ما كنتش بضيف عليها لا كمون ولا كزبرة ولا خل، كنت بعملها بليمون وملح فقط. وكنت بزود بقى الحاجات دي بعد كده. كنت بخاف يعني انها تقلل مدة الصلاحية او تبوظها او كده، وتقلل مدة صلاحيتها في التلاجة، لغاية ما شفت الشيف فاطمة ابو حاتي ضافت الاضافات ديت. فجربتها لقيتها فعلا فرقت معايا في المجهود والوقت، وما بتبوظهاش ولا حاجة. تسلم ايدك يا شيف فاطمة. يا رب تكونوا استفدتم بالفيديو. وبكده الفيديو بتاعي خلص. دمتم في حفظ الرحمن، مع الف سلامة.